السلام عليكم. آه، مصري في الكويت خبط عربية عيل كويتي. تمام. أيا كان، مين اللي غلطان، المصري أو الكويتي؟ طبعا احنا كعرب ومسلمين، يعني لما بتحصل معنا حاجة زي كده بننزل نقول ألف سلامة، أهم حاجة أنت كويس، مش مشكلة أي حاجة، مش مشكلة الحديد والصاج، كل حاجة الفلوس بتتعوض. لكن في الكويت في حاجات غريبة، يعني طبعا العادات دي مش موجودة في الكويت. الحاجات دي، الحاجات المحترمة دي مش هتلاقيها موجودة في الكويت. فطبعا نزل الأخ ال- العيل الكويتي ده. تمام. نزل بيقول للمصري: انت انت قد انت تقدر تصلح العربية دي؟ انت معاك فلوس تصلح العربية دي؟ قال له لا. قال له انا بخليك تبيع كليتك وتصلح العربية. اه، انت كإنسان وكبني آدم وكمصري متربع على الأصول بتقف قدام المواقف دي مذهول. بتقف قدام الحاجات دي لما بتحصل قدامك كده، انت مش عارف يعني، لأول وهلة كده مش عارف ترد. اه، انت متخيل واحد أمه بتديه المصروف بتاعه ممكن لغاية دلوقتي، أو يعني ممكن لما بيجي يدخل الحمام بياخد الدادة معاه. تمام. عشان تنضفه تشطفه بعد الحمام. بيقول للمصري انا هخليك تبيع كليتك عشان تصلح لي العربية. وانت يا امور لما انت راكب عربية، تمام، بشيء وشويات وخايف عليها جدا، يعني انت راجل معاك ومستريح، يعني ايه التربية اللي انت تربيتها اللي تخليك تعمل كده؟ انت تربيت ازاي؟ ماما ربتك ازاي؟ ماما ربتك ازاي؟ يعني انت نازل. تمام. المفروض ان ده عامل مصري. هو انتوا عندكم يعني للدرجة دي نقص وحرقة من المصريين؟ يعني للدرجة دي انتوا عندكم عقد نفسية كبيرة جدا. المصري عامل لكم ايه؟ انا نفسي كده عالم في علم النفس يطلع يروح يدرس شخصية الكويتي. تمام. طبعا في ناس محترمة على راسنا، بس احنا بنتكلم في حوادث كتيرة جدا بتحصل في الكويت. تمام. وبتقف قدامها انت مذهول ان الموقف ده بيحصل. طب انا هقول لك على حاجة يا كويتي، يا اللي انت تمام بتفرض نفسك على المصريين العمال اللي هناك، الناس المحترمة اللي رايحة تاكل عيش. انت عارف ان انت لو في مصر فكرت ترفع عينك في واحد هيمشيك من غير لباس؟ اقسم بالله هيمشيك من غير لباس. انت عارف كده؟ اي واحد. يا ابني الناس دي رايحة عندك تشتغل، مش رايحة تعمل مشاكل. الناس دي رايحة تاكل لقمة عيش. ايه هخليك تبيع كليتك يا معفن؟ هخليك تبيع كليتك وتصلح العربية؟ يالا ده انت تلات ارباحكم مديونين للبنوك. تلات ارباحكم مديونين للبنوك. تتنطط على عامل مصري بسيط محترم بياخد له 100 دينار ولا 150 دينار ولا 200 دينار، وفي الاخر تقول له هبيع كليتك، والتاني اللي يتعدى على
طبيبة مصرية، واللي يتعدى على عامل مش عارف فين شغال في ايه ده. يعني انا ما شفتش كمية وقاحة بالشكل ده، ما شفتش كمية نقص وامراض نفسية زي اللي عندكم. انتوا بتعملوا حاجات العقل البشري تمام بيقف قدامها مزبهل من الموقف ومن الوضاعة ومن الحقارة. انتوا بتعملوا مواقف، يعني انا في رأيي انا بسميها ان اقل ما تصدر من واحدة ست شمال، مش واحدة ست بس، لا ده من واحدة ست شمال. دي يعني دي المواقف انتوا عاملين لا يمكن. يعني لما تحكي لواحد تقول له، حتى عندنا يعني في مصر، لما تقول له ده انا مسكت واد من، يعني لو انت مثلا من محافظة واتخانقت من واد عندك جاي لك عندك من محافظة تاني، جاي عايش عندك في المحافظة بتاعتك واتخانقت فيه، وتيجي تحكي لحد تقول انا اتخانقت من الواد اللي هو من محافظة كفر الشيخ ده، وانت مثلا من المنيا، انا اتخانقت فيه وضربته، هتلاقي كل اللي قاعدين معاك كده بصلك من فوق لتحت كده نظر احتقار. طبعا انتوا متعرفوش الكلام ده، يعني انتوا ما تعرفوش الكلام ده. انت ممكن تقعد قدام اصحابك انا مسكت الواد المصري مش حافظ فعصته ميتين، طبعا هم تبص تلاقي الله عليك يا ابني، والله العظيم انت عضلات، والله العظيم انت برنس، والله العظيم كفو. لكن انت لما حكيت الموقف، لو حصل عندنا الموقف ده، تبص تلاقي الناس اقسم بالله العظيم تتف على وشك. انت مش لاقي غير الراجل الضيف اللي تعمل فيه كده، مش لاقي غير الراجل اللي جاي يشتغل وياكل لهم تعيش في المحافظة بتاعتنا لكن انتوا لا، مفيش خالص، الدم ده مش موجود. يعني ده مية او دم خنازير ممكن. سبحان الله. ربنا يشفيكم، ربنا يشفيكم من الامراض اللي عندكم. يعني الله يكون في عون الخدامين اللي عندكم، اللي انتوا بتعاملوهم عايشين معاكم 24 ساعة. سبحان الله، بتعملوا فيهم ايه دول؟ يعني ما انت مصري بتقابله مثلا 5 دقايق في السكة بتعمل معاه مشكلة، اللي عندكم في البيئة الله يكون في عونهم، اقسم بالله ربنا يشفيكم، ربنا يشفيكم و... والنعمة دي، النعمة اللي ربنا مديها لكم دي تمام مش يعني اللي بتبطر عليها مش هتدوم، هم شوية بترول تمام هيخلصوا تمام وهترجعوا تاني للخيم. فما تستعجلوش، يعني تستعجلوش، كلها عجلة وبتمر وبتلف، تحت هيجي فوق واللي فوق هيجي تحت تمام. بس المصري ده لو انت جيت عنده مش هيعمل معاك زي ما انت بتعمل، وساعتها انتوا طبعا هنعلمكم من اول وجديد تمام معنى الرجولة، هنعلمكم معنى الرجولة اللي واضح ان انتوا ممكن تكونوا اتعلمتوا معنى ال ال النسوانة، لكن معنى الرجولة ده ما مرش عليكم. المصريين هيعلمه لكم.